السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة النوتيلا، كلنا بنحبها سواء كنا كبار أو صغيرين. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا وقت وكمان مش مكلفة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. في الوصفة بتاعتي أنا هستخدم الخلاط، وهنزل بكوباية كاملة من الحليب. أنا استخدمت الأكواب المعيارية، تقدري تستخدمي أي مج عادي. كمان هنزل بكوباية تانية من حليب نيدو، حليب بودر، تقدري تجيبيه من عند أي عطار. بعد كده هنزل بمعلقتين كاملين من الكاكاو الخام، الكاكاو المر، ومهم جدا إنه يكون نوع كويس. بعد كده أنا هضرب الخليط بتاعنا، يعني ضربة واحدة بالخلاط، وده علشان أتأكد إن الخليط بتاعنا بيتجانس مع بعضه. والخطوة دي أنا هكررها يعني على مدار الفيديو زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بنص كوباية من الشوكولاتة المبشورة. الشوكولاتة بتاعتي هنا شوكولاتة مطبخ، تقدري تستخدمي أي نوع شوكولاتة تكوني بتحبيه. أنا ضربتها في الكبة وبعدين نزلت بيها في الخلاط. وزي ما قلتلكوا أنا هضرب كده على مراحل علشان الخليط بتاعي يتجانس. عايزة أقول لكم في الوصفة بتاعتنا النهاردة مش هنستخدم سكر بالمرة. بعد كده هنزل بالمكون ده ربع كوباية من البندق المطحون. البندق ده كان عندي فأنا طحنته بعد ما حمصته في الكبة ونزلت بيه. إذا ما كانش متوفر ممكن نستخدم أي أكياس للنسكافيه بالبندق. بعد كده عندي ربع كوباية من الزيت. الزيت بتاعي نباتي وده مهم جدا علشان يدي ريحة حلوة كده للنوتيلا، ما يغيرش طعمها. وبنزل بيه تدريجيا على الخليط بتاعي، وبضرب الخليط بتاعي آخر مرة زي ما انتوا شايفين كده، وبيديني القوام اللي انتوا شايفينه. بجد القوام طلع حلو جدا. طعم النوتيلا بجد يعني مش عايزة اقول اقرب للنوتيلا الأصلية اللي احنا بنجيبها، بجد احلى. يعني بجد طعمها طلع حلو جدا جدا. هي زي ما انتوا شايفين معايا، بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. وعايزة اقول لكم ان المقدار اللي احنا عملناه عمل معانا برطمان كامل من النوتيلا. وصفة سهلة وبسيطة، بتمنى انها تعجبكم. عايزة اقول لكم يا ريت ما تنسوش ان الجمعة 18/11 هو اول اوردر ليا في المطبخ مع سنة، وبتمنى دعمكم، بتمنى دعواتكم. كمان مش هنسى اشكر كل الناس اللي واقفة جنبي، الناس اللي بتساندني، الناس اللي بتدعمني. ربنا يا رب يخليكم ويحفظكم ويخليكم ويديمكم نعمة في حياتي. يا ريت تستنوني ان شاء الله على خير الجمعة 18/11. بتمنى الفيديو يعجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وشير واشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع